ويمكن أن تفسر تفسيرا لغويا وشرعيا، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. ويمكن أن يفسر تفسيرا بلفظ مرادف للمعنى المقصود شرعا، فيقال من سن بمعنى من أحيا، من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة حسنة. هذا هو المعنى بإيجاز وباختصار. أما المعنى الأول اللغوي والشرعي في آن واحد فهو كالتالي: من سن أي من فتح طريقا. هذا الطريق الذي يفتحه إما أن يؤدي إلى سنة حسنة أو أن يؤدي إلى سنة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر باللفظة الواحدة لأنها لا تعني إلا أكثر من فتح طريق، ثم وصف الطريق الذي يراد تركه بأنه قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وهنا لابد من التذكير بحقيقة أخرى، وهي كيف أو ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة والسنة السيئة. لا شك أن العلماء قاطبة إلا أفراد قليلين جدا في كل زمان، لا شك أن العلماء جوابهم عن هذا السؤال إنما يعرف السنة الحسنة والسنة السيئة بالشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني سنة مشروعة، وحينئذ يتجلى بكل وضوح أن المعنى هو ما ذكرته بإيجاز: من سن أي من أحيا سنة مشروعة، ومن سن سنة سيئة غير مشروعة فهذا له أجره وذاك عليه وزره. هذا هو معنى الحديث. أما تفسير الحديث كما نسمعه من بعض الناس مع الأسف: من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا من أفسد تفسير يفسر به لفظ نبوي كريم. والذي يزيد بيانا بطلان هذا التفسير غير ما ذكرته آنفا أن السنة الحسنة والسنة السيئة لا تعرف بالعقل وإنما بالشرع. فالذي يزيد بيانا أن نتذكر سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أمر مهم جدا في فقه الحديث وفقه دلالة الحديث. علماء التفسير لهم مقولة يقولون: إذا عرف سبب نزول الآية عرف نصف معناها والباقي من اللغة. واقتباسا من هذه القاعدة الأصولية التفسيرية أقول أنا كذلك: إذا عرف سبب ورود الحديث تجلى نصف المعنى والباقي من اللغة. هذا الحديث له
سبب ورود ومناسبة ورود. إذا ربطنا بين هذه المناسبة وبين قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بهذه المناسبة، سقط في الهوة السحيقة تفسير البدع من سن في الإسلام، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. ما هو السبب؟ سبب ورود الحديث كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير. عطوا بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة كما جاء في صحيح مسلم من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذكر الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، فانسل رجل من الحاضرين ليعود من بيته يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة ووضعها أمام الرسول عليه السلام، فكأن الآخرين كانوا نياما فأيقظهم بعمله. كل واحد منهم ذهب إلى الدار وجاء بما تيسر له من الصدقة. قال جرير وعليكم السلام فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كأمثال الجبال، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. وين البدعة هون؟ ما في بدعة. لابد أن يكون كلام الرسول بمثل تلك المناسبة في تناسب في تجانس. من ابتدع لازم يكون هناك بدعة، ولا بدعة ما هو إلا الصدقة. لكن هناك بدعة لغوية وهو فتح الطريق. ذهب الرجل إلى بيته، هذا سن طريقا فتح طريقا، هذا الطريق لا يوصف بالحسن ولا بالقبح وإنما بأثره. ماذا كان الأثر؟ أن الناس اتبعوه على هذه الصدقة فكتب له أجرها أجر من عمل بها من أولئك الناس. فإذا الحديث يحض على إحياء السنن وليس على تشريع السنن، عفوا تشريع البدع، وإنما على إحياء السنن وإماتة البدع. هذا الحديث في الواقع حديث عظيم جدا، لكن بتفسيره المنحرف عن دلالته الصريحة صار حجة المبتدعة. يقول لك يا أخي أي بدعة حسنة والرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الله أكبر، الله المستعان. أظن بهذا يتم الجواب إن شاء الله، وفيك بارك.